منع لنفسه. جهة اليسار وصلت للفريق الاتحادي إلى حسام عوار، وعوار في محاولة المرور بالأمام ميتاي، يرجع الكرة إلى حسام عوار. حلفي حقق كأس فرنسا 2017، ليالي رائعة، أيام جميلة قدم فيها النجوم، تعرضت لها شباكة، لكن هل من هدف ثالث؟ حضور كاستيس على مستوى حراسة المرمى والصف الدفاعي الذي ما زالت عند الفريق الاتحادي في الجهة اليسار. العرضية لكريم بنزيما، لكن الاتحاد لم يستثمرها. بنزيما شوف الكرة العرضية الآن، لا أحد يعلن نفسه بطلا له في هذه، ثم الكرة إلى حسام عوار، وحسام عوار يلعبها من خلف المدافعين إلى ديابي. المدافعين هل كان متسللا ديابي؟ هل تعلوا بكل هذه الامكانيات؟ حسام عوار الان مع الكره، لكن كذلك سون هيونغ من الذي حقق لقب الاول بعد تتويجه سابقا اعوام 2018 في الفيصلي، الوحيدين الى جانب القادسيه في مباراه الليله في دور زاني يحافظ عليها، يلعبها لحسام عوار للاتحاد اللي ينويها ثاني. الكره لعبت في الامام، حسام عوار، موسى ديابي وبنزيما، وعوار يسجل الثاني للاتحاد. الاتحاد يسجل ثانية، وتقول للناس عن طريق حسام عوار يسجل ثاني أهداف الاتحاد 2-0. قادس أصبحت الطرف الأيسر لصالح الاتحاد. الكرة مررت المباراة الأول في شوط للاتحاد، عمل كبير جدا أجرى مدرب الفريق الاتحادي في شوط. كريم بنزيما عدت إلى بيرفاي، وحسام عوار كاستيلي لالتقاط الكيطي. هل هذا التركيز العالي ما شاء الله لهذه العناصر ستمنع كأنه أمسك بالكاس الكرة اللعب إلى عوار، إلى ميتاي إلى، والكرة الآن منقولة في الخلف للفريق الاتحادي. حسام عوار ينتصر في الملعب، لكن الكرة مقطوعة للقادسية. عادت كل تسديدة تفتش عن نافذة إلى مرمى رايكوفيتش، لكن الاتحاد المتماسك قاتل على كل كرة وكأنها فيها، لكن القادسية الآن عندنا لاعبية أصبح أمر شبه المستحيل أن يلعب الآن ناقص لاعب في المباراة، وأيضا